السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي النهارده بقى هنكمل مع بعض حلقات الأعشاب اللي احنا بادئينها مع بعض، وهنتكلم النهارده عن عشبة حلوة قوي. كنت قاعد بتفرج على فيلم أجنبي كده ولقيتهم مهتمين إن هم قبل ما يناموا يشربوا العشبة دي، وهي عشبة الكاموميل أو الكامومايل أو البابوني. تمام، اللي هي أساسا دي نبات الأقحوان، زهرة الأقحوان. تمام، زهرة الأقحوان اللي يعرفها طبعا شكلها حلو جدا، فبتتميز بشكل مميز وريحة كمان حلوة. طيب تعالوا بقى نعرف ايه هي فوائد الكاموميل او البابوني. تمام، ونشوف بقى برضك اعراضه الجانبيه زي ما احنا متفقين. اول حاجه طبعا هنقولها ان هو بيساعد على تهدئه الاعصاب قبل النوم، فبيساعد على التخلص من الارق او صعوبات النوم. تمام كده، وبرضه بيساعد في علاج اضطرابات المعده، عسر الهضم، وقدرته على التخفيف من حده الارتجاع الحمضي والقيء والغثيان. وبيعمل برضك كملين طبيعي وبيزيد حركه المعده بصوره طبيعيه والتخلص من تقلصات المعده. طيب، وبيساعد في علاج حالات الإسهال عند الأطفال والبالغين برضه. طيب برضه بيستخدم في تهدئة الآلام المصاحبة للدورة الشهرية عند السيدات، لأنه بيعمل على ارتخاء عضلات الرحم المنقبضة. برضه بيستخدم كمضاد للالتهابات لأنه بيحتوي على مركبات طبيعية مطهرة بتفيد في علاج التهابات الفم وتقرحات الفم. طيب برضه بيعمل على تخفيض ضغط الدم ونسبة السكر في الدم. طيب، وبيعمل على تفتيت حصى الكلى والمرارة، وبيعمل على التخلص من الوزن الزائد للناس اللي حابة تستخدمه في التنحيف والكلام ده. طيب، ايه هي بقى برضو فوائد البابونينج او الكاموميل في او للبشرة؟ اول حاجة ان احنا ممكن نستخدمه اصلا شرب او نعمله كمادات على الاماكن بتاعة البشرة اللي احنا عايزينها. طيب، بيستخدم في ايه؟ بيساعد على تهدئة التهابات البشرة الناتجة من اشعة الشمس، وبيساعد في علاج الاكزيما تمام الجلدية لانه بيحتوي على مضادات اكسدة، وبيساعد على تفتيح الهالات السوداء اللي تحت العين، وبيعمل على تنظيف البشرة وازالة الدهون والبثور من البشرة. طيب، فوائده بقى للشعر. بقول لكم فعلا عشبة جميلة جدا، بيفيد في حاجات كتير قوي. بيفيد الشعر في ايه؟ بيقوي جذور الشعر وبيقضي على القشر. تمام، بيعطي لمعان للشعر وبيعمل على تفتيح لون الشعر كده للون الذهبي، وبيمنع التصاعد بتاع الشعر، بيهدي تهيج فروة الراس. تمام. طيب، البابونينج بقى او الكاموميل بما انه زهرة وزهرة اصلا شكلها حلو، فاحنا ممكن نزرعه في البيت اصلا عادي، مش هياخد مساحة خالص في قصريات كده بتاعت الزرع دي، ونستفيد بشكله الحلو وريحته الحلوة، ويبقى معانا فريش كده في البيت نغليه ونستخدمه على طول. طيب، فاحنا ممكن نزرعه في البيت عادي في قصرية، ونحطه كده ما بين البذرة والتانية مثلا 10 سنتي. تمام، ونبدأ نزرعه، فبيعطي شكل حلو للمكان اللي هنزرعه فيه. ونستخدمه ازاي؟ هنستخدمه ان احنا يا اما قلنا قبل النوم او الصبح بدري. كوبايه كده دافيه نغليها عادي، بيتغلي يعني عادي، ويتحط عليه معلقه عسل مثلا، ممكن نحطه مع الشاي الاخضر مع المرمريه، اي حاجه من الحاجات دي، ونشربه. هنستفيد بيه جدا للناس اللي عايزه تخفف وزنها او بتعاني يعني من زياده الوزن وكده. تشربه الصبح بدري هيبقى حلو قوي. وبرضك الناس اللي عايزاه للشعر للبشره الحاجات دي تشربه برضو الصبح بدري، هيبقى حلو جدا. الناس بقى اللي عايزه تهدئه الاعصاب والهالات السوداء والحاجات دي بالليل بقى قبل ما ننام، هتبقى هيفيدنا كويس جدا. طيب، تعالوا بقى نشوف ايه هي الاعراض او الاثار او الاضرار الجانبيه بتاعه الكاموميل. بالنسبة بقى للأضرار أو الأعراض الجانبية للكاموميل، إن طبعا إحنا الستات الحامل ما ينفعش تستخدمه. هو مش مضر بس برضك ما أثبتش فايدة. تمام، فبما إن فترة الحمل عند الستات بتبقى فيها تغير هرمونات والكلام ده كله، فإحنا أي حاجة في فترة الحمل بنبعد عنها أصلا علشان ما يبقاش فيه خطورة على الست الحامل. ولو هي عايزة بقى تستشير الدكتور بتاعها في الحاجة اللي عايزة تشربها، خلاص تمام، هو الدكتور أكتر حد هيفيدها. طيب، وزي ما اتفقنا إن أي حاجة بنزود عليها او بنزود استخدامها ونفرط في استخدامها، ده هيتقلب للضد. فاحنا لو افرطنا في استخدام الكاموميل فده بيتسبب في قيء وغثيان والام في البطن. تمام، ما ينفعش برضو ان احنا نستخدمه قبل العمليات على الاقل باسبوعين. يعني لو في حد هيعمل عمليه قبلها باسبوعين لو بيشربه يوقف. ليه؟ لانه بيتفاعل مع ادويه التخدير. تمام، ولو هنشربه كتير برضو هيعمل لنا مشكله في ان هو هيعلي الضغط او السكر. طيب، لو هنشتريه سايب من بره ما يفضلش، لانه في النوع السائب ده بيبقى مضر شويه للاطفال، لانه بيحتوي على بكتيريا. البكتيريا دي مضره جدا للاطفال، مش مضره للكبار بس مضره للاطفال. فيستحسن احنا نشتريه يعني مغلف علشان يبقى افضل، او ان احنا بقى هنزرعه يبقى فريش على طول.
بكده نكون خلصنا الفوائد بتاعة الكاموميل وأعراضه الجانبية. أتمنى طبعا تكون الحلقة عجبتكم وتفيدكم إن شاء الله. واقترحوا علينا يا جماعة نتكلم في إيه، يعني إحنا نفسنا إن إحنا نتشارك إن إحنا إيه الأعشاب اللي إحنا نتكلم فيها، عايزين نتكلم عن إيه، بتفيد في إيه. تمام، علشان يبقى في مشاركة ويبقى في تفاعل أكتر من كده. وآخر حاجة هطلبها منكم بعد اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ادعوا لي بظهر الغيب، لان فعلا انا الفتره دي تعبان جدا جدا جدا، و يعني محتاج دعواتكم قوي. واكتر واحسن دعوه هي الدعوه بظهر الغيب. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.